الحلب يجهز معكم بنص ساعة بس. مربعات الباف بخلطة البلوبري كتير رح تحبوها. بنفرد عجينة الباف على شوية طحين، وطبعا فيكم تستعملوا عجينة الباف المقطعة مربعات وجاهزة. صينية الكب كيك ندهنها بشوية زبدة وبنفرد عليها المربعات. منجهز الخلطة عبارة عن ساور كريم أو لبنة تركية، بيضة، سكر، فانيلا، برش ليمون، ونشا وزبدة سايحة. نخلطهم كلهم سوا بالويسك، بعدين بنوزعهم على العجينة. بنوزع حبات البلوبري، أنا حسيت إني استعملت كتير كمية بلوبري ففيكم تستعملوا كمية أقل. بعدين بنخفق البيضة وبندهن فيها الحوا في العجينة، وبنرش شوية سكر، هاي الحركة كمان اختيارية. وبعدين بنخبزها بالفرن وعلى التقديم فورا، وصحتين وألف هنا.